كثيرة بسم الله والرحمن الرحيم. الحمد لله على السلامة. أهلا بكم كنيسة الشهيدة العظيمة أم دلاجي وولادها الأربعة. أم دلاجي وولادها الأربعة دول بكورة شهداء إسنا، أول مجموعة استشهدت في مدينة إسنا في عصر الإمبراطور دقلديانوس. ده كان عصر مشهور باضطهاد المسيحيين، أكبر عدد شهداء كان في ذاك الوقت. الوالي إريانوس والي أنصنة والصعيد جه مدينة إسنا وتقابل مع 4 صبيان أولاد الأم دلاجي. سألهم عن أسمائهم وديانتهم، عرفوا إن إحنا مسيحيين. لما عرض عليهم عبادة الأصنام رفضوا،
أمهم سمعت بالخبر، جريت للوالي أعلنت إيمانها بالسيد المسيح. الوالي حطهم في السجن. بالليل ظهرت لهم الست العذراء، أعطتهم السلام وعرفتهم إن ابن الحبيب فرحان بيكم، مجهز لكم أماكن جميلة، ما تخافوش من الضرب ولا الجلد ولا التعذيب ولا السيف. تعزت نفوسهم، وتاني يوم الوالي أحضرهم، بدأ يعرض عليهم أموال في مقابل ترك إيمانهم، رفضوا. بدأ يعرض عليهم وظائف في الدولة، برضو ما سمعوش كلامه. بدأ يمارس معهم الضرب والجلد والتعذيب، هم برضو ما خافوش. أخيرا احنا عارفين الوالي لما بيتعب مع الشهيد آخر حاجة بيقطع رقبته، فأمر بقطع رؤوسهم جميعا. فمسكوا الأم في الأول. الأم قالت للولد ليه طلب واحد عندك، تمهلني قليلا وتقطع رؤوس الصبيان، خوفا عليهم إنه ممكن يشوفوا منظر الدم والسيف ويضعفوا، خصوصا الصغير كان 5 سنوات أو 6 سنوات. الوالي كان أشد الولاة قسوة ريانس، أمر بذبح الأولاد على رجلين أمهم، ودي قمة الوحشية طبعا. هي تحملت على نفسها، كانت بتصبرهم وتشجعهم ما تخافوش، كلها لحظات، كلنا نكون مع بعض في السماء. وفعلا احتملت ان اولادها يموت على رجليها، وهي استشهدت في الاخر. المسيحيين في المدينه لما عرفوا الخبر عز عليهم الامر، وخدوا اجسادهم، اخذوهم ولفوهم في اكفان غاليه، ودفنوهم في البيت اللي كانوا عايشين فيه، وعملوا البيت بتاعهم كنيسه باسم ام جلازي اولادها الاربعه. يعني المكان اللي احنا فيه ده البيت كانت عايشه فيه بالجسد هي اولادها. الكنيسه من القرن الرابع، كانوا بينزلوا لها بسلالم تحت الارض، وده كان مستوى الارض في ذاك الوقت. في القرن العشرين تقريبا سنه 1946 جه واحد من اولاد من اعيان اسنا، هذا من الكنيسه القديمه، وبنى على انقاضها الكنيسه اللي هي شالت في 2006. كانت مبنيه والارض عشان ردم وكانت مش ثابته، كانت الهديه بتهبط، فكان في شروخ في الحوائط وفي الكنيسه. فكان صادر قرار جمهوري الكنيسه سنه 73 بالهدم والانشاء، لكن القرار فضل يمضوا فيه، واكيد للخير يعني. لغايه ما خدنا رخصه مباني يوم 14/12/2006، بدأنا نحفر يوم 22/12، يوم 31/12 على بعد 4 متر من سطح الأرض وزيادة يمكن. لقينا زي مصطبة بالطوب الأحمر. واحد من الشغالين معانا بيقول لأبونا شكلها بتعمل صوت مجوافة من الداخل، لأنه كان في 3 غفر بيشرفوا علينا. قلت لهم اسحب طوبتين بالراحة، فسحب الطوب، قال لي فيها أجساد. قلت طب خلاص. مشينا العمال ظهريا والغفر وكله، قلت لهم مش هنشتغل بعد الظهر النهارده ليلة رأس السنة وعندنا احتفال. ريحنا لنا ساعتين، كنا صارين كياك وكده، كانت آخر كان يوم أحد الكلام ده. الساعة 5 حاولنا نشتغل، لقيت الحراسة بتاعت ليلة رأس السنة كلها موجودة. قلنا ولو برضه ربنا سطرها ساعتها وألقى عليهم ثبات. وبدأنا نشتغل، جبنا كاميرا فيديو، صورنا الحدث، ومكتوب على موجود الكلام ده على اليوتيوب، وكتبت اكتشاف جسد الموديلاجي، هتطلع لكم كل الحدث والمقبرة صورناها، وكنا مصورين المعدات والمكان يعني الشغل نفسه، يعني عاملين بانوراما للشغل، بحيث انه بعد آلاف السنين حد يشكك ان دول مش هم الموديلاجي، لا ده في حدث موثق بالصوت والصورة بس. والبابا شنودة لما سمع الخبر قال ده كنز عظيم ودي سنة مباركة، وانا هروح هدشن الكنيسة في الشهور المقبلة. وفضل يسأل عملتوا ايه ووصلتوا ايه، وكنا بنشتغل يعني على قدم وساق. اول خرسانات نزلنا حوالي 8 متر وزيادة حط. اول خرسانات كانت يوم واحد. سوري للمقاطعة، لقيتوا الاجساد غير متحللة؟ لا، هي يعني رفعت عظام نايمين، بس لما رفعناهم
فكوا من بعض عشان 1600 سنة يعني مش بس. بدأنا أول خرسانات يوم 1/4/2007. يوم 20/10/2007 يعني بعد 6 شهور جه قداسة البابا افتتح المزار وخد بركة الأجساد. والكنيسة اللي فوق خالص مش اللي دخلت منها في المزار، لا اللي فوق منها دشنها باسم الأم بلادي ولادها الأربعة، واللي دخلت فيها المزار فيها باسم العذراء مريم مذبح الوسطاني مرجلي 3 فلاحين. وهنا زي ما انتم شايفين الكنيسة بالطابع الأثري فيها كل ما كان في الكنيسة اللي اتهدت، يعني الحجاب، أيقونات، الكنب، المنجليات، كرسي الأسقف. عملنا الحائط بالطابع الأثري، العمدان. اللي بيدخل في المكان يستريح نفسيا كده، يحس انه ده هو ده الكنيسة وهي ده التاريخ. والبابا شنودة في كلمته لما جه قال الأم دلادي أصبحت بركة مش لشعب الكنيسة ولكن لكل البلاد. فعلا هي بتزور ناس من غير ما يطلبوها، وبتعمل معجزات مع ناس كتير من غير ما يكونوا عارفينها هي مين. هي ولادها مالين المكان وحافظين المكان. وطبعا الكنيسة بيت 5 أدوار، يعني في تحتنا دور تاني، في بدروم تاني، في مسرح، وده هنا 1 2، والثالث اللي هو المزار. وفي الكنيسة فوق بدورين ادي 5، وهم أم دلال ولادها 4 يبقوا كام؟ كل واحد يعني اسمه حلال كده. كانوا العمال بتوع المحارة البيتين اللي باتوا في قاعة بنعملها الأزهر كده. بالليل طبعا بالنهار شغالين وتعبانين وبيناموا، بالليل جوني بعد يوم والتاني لابونا شوف لنا مكان غير هنا. ليه؟ قال احنا مش بننام من دوشة العيال. الليل كله طالعين نازلين على السلم وبيعملوا دوشة واحنا نايمين. واحد عسكري احنا مهدين المكان ده. مرة قال لي ابونا عاوز احكي لك قصة مش عارف هتصدقني ولا لا. كان حاطط كرسي، انا كنت عامل كنيسة بالخشب اللي هي بقت قاعة بعد كده في ناحية مبنى الحمام. كان كله فضل، عملنا كنيسة بالخشب نصلي فيها، صلينا سنة وشهر. حاطط كرسي بالليل والساعة 3:30 شاف في المكان ده شوية عيال بتلعب. هو فكر نفسه بيتهيأله أو بينام عشان الصبح يبقى، ففرك عينيه كويس عشان يتأكد اللي شايفه ده صح ولا. فليه المنظر وضح أكتر، وهو خاف وجسمه بشعر كده. أنا خدت السلاح بتاعه وطلعت بره خالص ساب المكان. هو مش فيه لا ما هو بيحكي لي قصص كثير من هذا القبيل. يعني دايما هم موجودين في مكانهم ومالين مكان. لسه من شهرين بقى بيتهم لسه من شهرين عسكري كان خلاص يوم جمعة نازل من الساعة 6. وأول ما نزلت نزلت الكنيسة يقول لي يا ابونا أنت سبت ناس امبارح في الكنيسة. قال له أنتوا قفلتوا نسيتوا حد وقفلتوا عليه خير. قال له كنت هرن معاك الساعة 3. ليه؟ لا أصل سمعت صوت ناس بتحكي بين مبنى خدمات الكنيسة. شعبط على الباب الحديد مبص ما فيش حد. بعد كده الصوت دخل الكنيسة، الصوت طلع الدور الثاني ونزلوا، رمى ودنه لقي الصوت واضح جدا وسامعه بس مش فاهم اللغة بتاعته. اتصل بالأخ إسحاق العام، قال أنا هبلغ عشان ربما هو فكر حد يكون رمى حاجة وخصوصا صبح الجمعة وقداس عملية تخريب. وده اللي في ذهنه هتحصل حاجة يروح هو اللي يقولوا ليه ما بلغتش. فقال له أنا هبلغ. قال له لا استنى أنا جاي. جه فتح الكنيسة دور شمال يمين تحت فوق مفيش حاجة. قال بس عاوز أبلغ. قال لا لما ينزل أبونا وتبقى تستأذن منه.
لما قال لي انتوا سبتوا حد وحكى لي القصه دي، قال بس خلاص انا حكيت لك عشان ايه ابدا. قلت له استنى بس، لما يكون حد في بيته بياخد راحته، ينام، يصحى، يتحرك، يتكلم، هو حر في بيته. قال لي يعني ايه يا ابونا؟ قلت له يعني ده امه دلوقتي اولادي الاربعه وده بيته. عمل لي كده ها؟ قلت له ايوه زي ما انت سمعت. قال لي لا خلاص فهمنا القصه خلاص. قلت له انت عشان راجل طيب، هو فعلا شخصيه حلوه يعني. انت عشان كويس وانسان حلو، فهم ادوك البركه دي انك تسمعهم يعني وتحس بيهم. يا بختك. عشان كده يعني انت قال لي كده خلاص عرفنا القصه خلاص يبقى. فهم يعني موجودين، وده وعد ربنا في الكتاب المقدس، إلهنا إله أحياء وليس إله. كل سنة وانتم طيبين. مساك طيب. نعم. بعض الناس يا ابونا مختلط عليهم الامر. طبعا انا عارف ان الام دي لاجي هنا وولدها الاربعه، بس في ناس مختلط عليها الامر بتقول لا ده هي جازتها بحري، فبتقول لهم دي الام لا رفقه. الأم رفقة في الصنباط. فلا لا مصرين، فعايزين تاكيد من قدسك ليها يعني ليهم. طلعوا اليوتيوب هيلاقوا بس فيك كده. أكيد الكلام. لا الأم رفقة دي في صنباط، ودي أساسا من جمونة، قرية تبع غرب الأقصر. ايوه عند وادي الملوك كده. حمولة اللي رحنا فيها الملاك. وبعدين ولادها 5 دول 4. احنا على طول بنقول لأم أنا زرت لا أنا زرت صنباط وشفت الشهيدة رفقة وأولادها محطوطين في مقبرة كبيرة. اللي في النص اللي في النص. اللي هو ده كانت بتدرس السنة دي في المهرجان. علشان